بيبدأ فيلم النهارده بشاب اسمه بيرني ومعاه صاحبه جاس، وبيكون بيرني متوتر عشان رايح يقابل صاحبته، وبنعرف انه ما شافهاش قبل كده، وكان صاحبه جاس بيحاول يهديه، وبيرني كان بيتواصل معاه على التليفون بقاله فترة. وبيدخل بيرني على الكافيه وبيشوف واحدة وبيسألها ان كانت هي مريم ولا لا، وبتقوله انها مش هي وان مريم قاعدة هناك. وبيروح لها وبيسيب صاحبه جاس مع صاحبتها وكان اسمها كاترين، وبيروح عند مريم وبيسلم عليها. واول ما بتشوفه عرفت ان هو بيرني، وبيقول لها ان هو اول ما شافها افتكر الدب سموكي هو اللي واقف بيتكلم معاه، وده كان بسبب الجاكيت اللي هي لابساه. وبيمشوا مع بعض، وكاترين بتقول ان مريم عمرها ما طلعت على مركب قبل كده وانها بتخاف من الحياة دي، وبتقول مريم لا وانها بتخاف من الحياة دي بالليل بس. وبيبداوا يتكلموا، وكان بيسالها بيرني هم ليه اخدوا وقت طويل عشان يتقابلوا، وبتفهمه عشان هو وسيم ما كانتش عارفه هيعجب بيها ولا لا، وبيقول لها انها زي ما هو تخيلها بالظبط. وبيروح جاس وكاترين وبيقعدوا معاهم، وبيقول له جاس انهم لازم يروحوا على قارب الليله، وكان بيرني رافض الفكره ومش عايز مشاكل وكان بيحترم القانون، لكن مريم بتوافق وبتقول طالما بيرني موجود هتبقى مطمنه. وبيروح بيرني يستأذن عشان ياخد المركب، وبيكون موجود راجل اسمه كارلو، وكان واضح ان هو بيعاتبه على حاجه بس مش عارفين على ايه، وبيوافق وبيديله المركب. وبيروحوا الصحاب وبيركبوا، وبنروح ل 17 فبراير 1952، وبيكون مريم وبيرني بيرقصوا مع بعض، وبتعرض مريم عليه انهم يتجوزوا، وبيرفض بيرني وبتزعل مريم وبتسيبه وبتدخل، وبيطلع وراها جري وبيفهمها ان هو بيحبها وانه مش عايز يخسرها، وبيوافق على الجواز. وبتحدد مريم يوم 16 ابريل، وبيقول لها ان هو موافق بس لازم ياخد الاذن من القائد بتاعه عشان دي قوانين حرس الحدود، وبياخدها عشان يروح. وبتظهر سفينة موردن ناقلة للنفط وكانت بتصارع الامواج، وبنشوف سبيرت وهو بيتكلم مع الكابتن وبيطلب منه يقلل السرعة عشان لحام السفينة مش هيستحمل العاصفة دي، وبيرفض الكابتن كلامه. وبيروح وبيطلب من الراجل العجوز ان هو يطلع يشوف اللحام هيستحمل ولا لا، وبعد دقايق بيرجع له وقال له انه معرفش يطلع على سطح السفينة، وان اكيد اللحام مش هيستحمل الامواج دي، وانه لازم يكلم الكابتن تاني. وكان بيحاول يكلم الكابتن واللحام بيتفك فعلا، وبتتهز السفينة جامد، وبيجري عشان يشغل المولدات، وبينادي العجوز على العمال عشان يساعدوه، وبينادي سبيرت على تشادو وبيقول له ان الاتصال اتقطع وانه يروح يسأل الكابتن هيتصرفوا ازاي. وبيطلع فعلا وما كانش شايف حاجة في الضلمة وكان هيقع، وبيتصدم لما بيعرف ان السفينة اتقسمت نصين وان النص التاني بيغرق قدامه. وبيظهر بيرني وكان بيراقب من على الشط، وبيدخل عند صحابه، وطبعا محدش عارف ايه اللي بيحصل على السفينة، وكان صحابه بيحكوا عن سفينة فيها شرخ وبتسرب نفط، وبيحكوا ان العاصفة كانت شديدة عليها. وبيدخل بيرني عند القائد عشان ياخد الاذن بالجواز، وبيقطعوا القائد وبيقول له انه لازم ياخد فريق ويتحرك عشان يساعد الصيادين، ودي كانت سفينة تانية. وبنروح على السفينة وكانوا قاعدين بيدعوا لاصحابهم اللي ماتوا، وبيقول لهم براون كفاية وانهم مش هيقعدوا طول اليوم يدعوا، وفكرهم ان المية هتغرقهم كلهم. وبينادي العجوز على سبيرت وبيقول له ان براون عايز ينزل قوارب النجاة، وكوري ما كانش موافق، وبيقول له سبيرت ان محدش هنا بيحبه غيره هو وتشادو. وبيطلعوا على السفينة وما كانوش عارفين ان كان الكابتن بعت اشارة استغاثة ولا لا، واللاسلكي ما كانش شغال، وبيقول كوري انهم مش هيعرفوا ينزلوا قوارب النجاة في الجو ده، وبيقول سبيرت انهم خلاص هيغرقوا وانهم لازم يسيبوا الصفارة شغالة يمكن حد يسمعهم، وان المية قربت من مضخات الهواء. وبيقول له براون انه يتصرف وينزل قوارب النجاة، وبيفهموا ان القوارب لو نزلت دلوقتي هتغرق في ثواني، وبيعمل خطة سريعة انهم يحطوا حديدة لمربع التوجيه ويتحكموا فيه يدوي. وبنروح عند بيرني وكان قاعد بياكل ومعاه واحد صاحبه، وسأله لو كان كلم القائد عن موضوع الجواز، وبيعرف بيرني ان زمايله كلهم عرفوا وبيتضايق، وفي واحد من زمايله قال له ان هو مش لازم يبلغ القائد وان ده مش قانون وان دي بس شكليات ومجاملات، وبيتريقوا عليه عشان صاحبته هي اللي طلبت منه الجواز. وبيزعل بيرني وبيسيبهم ويتكلم في التليفون مع مريم، وبتسألهم كان كلم القائد ولا لسه. وبيدخل واحد من زمايلهم بسرعة وبيبلغهم بموضوع السفينة والعاصفة، وبيدخل القائد وبيكلف الفريق انهم يطلعوا انقاذ عشان يلحقوا السفينة، وبيقول لبيرني يخليه هو في مساعدة مركب الصيادين. وبيشوف كارل السفينة وكانت مقسومة نصين، وبنروح على السفينة وكانوا بيحاولوا ينفذوا خطة سبيرت، ومع المحاولات قدروا ينجحوا. وكان براون نزل مركب النجاة وكان بيتخانق، وبيروح سبيرت مع العمال وبيقطعوا الحبال، وبتنزل المركب وبتتكسر في ثواني، وبيكون براون عايز يتخانق معاه، وبيقتنع العمال بكلام براون بعد ما طلع كلامه صح والمركب اتكسرت، وبيروحوا عشان يساعدوه وبيقسمهم مجموعات. وبيروح كارلو وبيقول لبيرني على السفينة اللي شافها بتغرق، وكان فاكر ان هي دي السفينة اللي اصحابه طلعوا ينقذوها، لكنه بيفهموا ان مش هي دي ودي بعيدة عنهم. وبيتحرك بسرعة على المركز عشان يفهم ايه اللي بيحصل، وبيتأكد القائد وبيدي اوامر بتشكيل فريق انقاذ تاني. وهنا بنعرف ان بيرني اتأخر في الانقاذ قبل كده وفقدوا 8 اشخاص ومنهم اخو كارل. وبيقول الصيادين لبيرني انه عشان ينقذ السفينة دي لازم يعدي الحاجز الرملي وان ده انتحار، وقالوا له انه يروح قريب من السفينة ويرجع يقولوا ان هو معرفش يوصل لها احسن ما يموت، وكان رده ان ده مش هيحصل.
وانه هيعمل اللي يقدر عليه عشان ينقذ السفينة دي. ولما سأل مين هيروح معاه الكل رفع ايده، وهو اختار 3 منهم. اول واحد رفع ايده الميكانيكي والبحار، وبتتصل عليه مريم وطبعا ما كانش بيرد. وبنروح على السفينة وكانوا لسه شغالين على تعليمات سبيرت، وكانت شادو بيقول انه لو عايز يحرك السفينة بالحبال يبقى مجنون. وبدأوا يحددوا الاتجاهات ويوصلوا الكلام لبعض لحد ما سبيرت يقدر يحرك السفينة. وبيحرك الطقم الحديدة، وبيكون بيرني وفريقه اتحركوا على مركبه وابتدوا يطلعوا. وبتوصل مريم على المركز وبتدخل لجاس وبتسأله على بيرني، وبيعرفها ان القائد بعته في مهمة، وبيقول لها تدخل لكنها بتكون رافضة. وبنرجع على السفينة وبتضربها موجة وبتنحرف السفينة عن مسارها، وكانوا بيحاولوا يوقفوها. وبيكون بيرني وفريقه قريبين من الحاجز الرملي، وبتسمع مريم على اللاسلكي وبتسأل يعني ايه عدي من الحاجز الرملي. وبيبدأ الصياد يفهمها ان الحاجز الرملي هو اللي بيصد طيارات الامواج اللي ممكن تغرق المدينة. وبيقول لها ان بيرني ما كانش المفروض يروح هناك في الجو ده، وانه ممكن يضيع طريقه. وبترد عليه ان بيرني مش ممكن يضيع طريقه. وبتروح عند القائد وبتطلب منه ان هو يلغي المهمة ويرجع بيرني وفريقه، وطبعا كان رافض. ولما ألحت عليه طردها، وبتخرج من عنده وهي حزينة وبتفقد السيطرة وبتدخل في كوم تلج. وعند السفينة والموجة كانت بعيدة عن الحاجز الرملي وبتكون وراهم، وبيكونوا شغالين وبيحاولوا يرجعوا الحديدة مكانها، وبيقدروا يحركوها تاني وبيبقوا فرحانين. وبنرجع عند بيرني وبيكون خلاص داخل الحاجز، وبيغنوا عشان يروح منهم التوتر. وبيدخلوا في الحاجز والأمواج بتغطيهم، وبيحاولوا يعدوا لحد ما البوصلة بتضيع منهم، وبيفصل الحاجز فجأة والموجة داخلة عليهم، وبيحاولوا معاها وبيقدروا يعدوا. وبندخل على السفينة وكانوا لازم يتحركوا 30 درجة بسرعة. وبيعمل سبيرت حركة ذكية وبيرجع السفينة بظهرها عشان يكسب وقت بدل ما يلف. وبينجح فعلا، لكن السفينة بتطلع على الرملة وبتقطع كهرباء. وفاقت مريم من الخبطة وبتطلب المساعدة من الناس على الطريق، وبتقف لها واحدة وكان معاها ولادها الاتنين. وهناك كان بيرني صعب عليه يوصل من غير البوصلة، وبيفضل يحارب مع المركب لحد ما بتنزل تحت المية وبتطلع تاني. وبيحاولوا يكلموا اي حد بس اللاسلكي كان عطل من المية، وكان زمايل بيرني عايزين يرجعوا. وكان بيرني بيقول ان هو مش هيكرر غلطته تاني وان هو هيكمل، وانهم يطفوا النور عشان يقدر يشوف نور السفينة. وفجأة الموج بيطير صاحبه وبيتخبط جامد. وكانت مريم راحت مع الست على بيتها، والست قالت لها انها تخلي اخوها يساعدها، وبتجيب لها جاكيت وبتقول لها ما تسمعش كلام الراديو. وبتسألها هي متجوزة بيرني من قد ايه، وبتأكد لها ان بيرني طيب وصالح. وعلى السفينة كانت المية دخلت المضخات والنور كان بيقطع. وبيروح كارل يطلع العربية، واخته بتقول له ان بيرني ما كانش السبب وان هو اللي قاله على السفينة، وبتسيبه وبتمشي. وكان بيرني بيحاول ينور الكشاف وما كانش بينور، لكنه بيشوف حد بيشاور بكشاف، وبيتفاجئ بكل اللي على السفينة وفرحوا قوي. وبيقولوا ان المركب دي ما تشيلش غير 12 بس. وبيبدأ ينزل سلم السفينة عشان ينزلوا، وبينزل الاول وبيتخبط في المركب وبيقع في المية، لكنهم بيقدروا ينقذوه. وابتدى ينزل واحد ورا التاني، لكن الموج كان شديد، وفي واحد بيقع وبيلحقه لكن بيقع هو كمان، وبيتحركوا بسرعة وبينقذوهم. وبنروح عند مريم وكانت بتشكر كارل عشان صلح لها العربية، وبيقول لها ان مش هو السبب ان بيرني يمشي، وبتقوله انها عارفة طبيعة شغله. وكان طاقم الانقاذ بينزل الباقيين، وكان في واحد فيهم خايف بس بيسمع كلام صاحبه وبينزل وراه. وبتتحرك السفينة وبيقع صاحبه، وبيخبطوا الموج في المركب وبيموت. وكانوا زعلانين عليه قوي. وبيقرب بيرني بالمركب وبيحاولوا يمسكوه، وبيكون المركب مليان على الاخر وعايزين يروحوا ينزلوهم عشان يرجعوا ياخدوا الباقي. وبيرفض بيرني وبيقول لهم هنعيش مع بعض او نموت مع بعض. وبينزل اخر واحد من السفينة وكان القائد سبيرت. وبتنهار السفينة والمركب كانت ابتدت تبعد، وبتوصل مريم على الملجأ اللي متجمعين فيه. وبيرني بيتواصل مع المركز بعد ما اللاسلكي اشتغل، وبيقول للقائد ان هو معاه 32 ناجي. وبتسمع مريم الراديو، وكان بيرني بيقول ان هو مش معاه بوصلة، وبيقول للفريق ان هو كده مش هيعرف يرجع. وبيقول للقائد ان هو يتحرك للمنارة وينزل الناس هناك. وبيقفل بيرني اللاسلكي وبيقول مش هسيب حد هنا في البحر. وبيعرف القائد ان هو اللي قفل اللاسلكي وانه هينفذ اللي في دماغه. وبيقطع النور على مريم وهي في الملجأ، وبيسأل سبيرت بيرني وبيقول له هنرجع ازاي. ورد عليه ان هو هيسيب الموج يمشيهم لحد ما يشوف ضوء الساحل وبعدين يتحرك، وقال له ان هو معاه. وبتتحرك مريم على المينا وكان معاها اهل المدينة كلها، وكان اللي على المركب هيموتوا من البرد. ولما اتجمع اهل المدينة على المينا كان الموج بيضرب المركب. وبتجيب مريم عربيتها وبتشغل النور، والناس ابتدوا يقلدوها. وبيشوف بيرن الضوء وبيتحرك وبيفرحوا، وابتدى هو كمان ينور الكشاف والناس كانوا فرحانين بيه قوي. وبالفعل بيوصلوا ومحدش كان مصدق نفسه. وابتدوا ينزلوا الناس، وسبيرت كان بيشكره وبيقوله ان هو بطل. وصاحبه كان بيبصله وكان بيضحك. واول ما بتشوفه مريم بتروح عليه وبتاخده بالحضن. وبنعرف ان قصة الفيلم دي حقيقية، وان في التاريخ اللي كانت محددة مريم فعلا اتجوزوا وعاشوا مع بعض 58 سنة لحد وفاة بيرني في 2009 وكان عنده 81 سنة.
وكان اخد وسام انقاذ الحياة الذهبية قبل ما يموت. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.